5 لصحتك، سلسلة فيديوهات كده بدأتها مع 2023 بعد ما نزلت فيديو آخر 22 عن ازاي اهتميت بصحتي من أول ما تميت 40 سنة، وازاي حطيت كده ان من ال 40 لل 50 يبقى هدف، كأن هدف كبير كده الاهتمام بالصحة. وازاي بقى مشيت 7 سنين من اول ال 40 لغايه 47 دلوقتي ان انا اهتم بصحتي، وان انا احط كده الاهتمام بصحتي كانه هو هدف كبير، وحاجات بشتغل عليها، عادات يوميه وحاجات بعملها ممكن اسبوعيه شهريه ايا كانت، بس ان انا اهتم بصحتي. النهارده عايزه اشارك معاكم حاجه، احد الحاجات بقى اللي انا ممكن كنت بعملها زمان وانا صغيره، واللي نبهني ليها جوزي وربنا يصبحه بالخير كده، وبعدين بقى ابتديت انتبه ليها واهتم بيها بقى مدى على المدار بقى الوقت، وهي شرب الميه. احد الحاجات اللي انا ما كنتش بعملها خالص قبل ما اتجوز ان انا اشرب ميه، فجوزي انتبه من اول ما اتعرفنا على بعض كده واتخطبنا، ابتدى يقول لي ايمان هو انت ما بتشربيش ميه خالص؟ فقلت له لا انا بشرب بيبسي. فقال لي ايوه ازاي ما تشربيش ميه يعني؟ قلت له بشرب بيبسي، بشرب شاي، بشرب نسكافيه، بس ما بشربش ميه. فابتدى ينبهني كده ان انا اشرب ميه، وبعدين لقيت ان انا ايه ده، انا بشرب ميه بس محتاجه ادخل تواليت، بشرب ميه محتاجه ادخل تواليت. فابتديت ان انا كاني اقول لا بس انا مش عايزه ادخل تواليت بره البيت. فبعمل ايه؟ فبقول لنفسي هعمل حاجه من اتنين، يا اما مش هشرب ميه، يا اما هشرب ميه ولو اتزنقت همسك نفسي. احد بقى الحاجات اللي انا عرفتها بعد كده من ان انا العاده اللي انا بعملها دي، لقيت ان انا واحده من الناس الغاليه عليا يعني بتقولي ان هي جالها اصابه في المثانه بتاعتها وفي صمام المثانه، ان هي بقت مش قادره تتحكم في ان هي تمسك نفسها، فبقت بتعمل تواليت على روحها. فاتخضت لانها كبيره في السن وعندها اولاد يعني. فلما راحت سالت الدكتور قال لها ايوه، ما هي لان انت من كتر ما انت بتقعدي تحبسي التواليت، النتيجه ايه؟ ان انت كانك عماله تضغطي، كان تخيلي كده ان احنا عندنا حنفيه بجلده، انت عماله تضغطي عليها تضغطي عليها تضغطي عليها، فالنتيجه ايه؟ النتيجه ان اللي حصل ايه للجلده دي؟ انها كانها باظت، فالصمام باظ. فابتدى يتكلم معاها ان هي اول حاجه خالص ان هي محتاجه تاخد ادويه عشان تعالج يعني الموضوع دوت، فتبطل تعمل على روحها تواليت. يعني هي بقت ما عندهاش قدره تحكم خالص في البيبي بتاعتها، بتعمل بيبي على طول على نفسها. فالنتيجه ايه؟ النتيجه ان هو طلب منها ان هي تاخد كورس ادويه كده لفتره، وان هي في نفس الوقت ان هي ما تحبسش يعني هي كانها تدخل الحمام بشكل دوري من غير اصلا ما تحس ان هي عايزه تدخل الحمام، وكانه هو يبقى عاده عندها ان هي بتدخل الحمام بشكل دوري. النهارده انا فكرت اشارك معاكم الموضوع دوت في 5 لصحتك، لان احنا احيانا كتير بنحرم نفسنا وبنحرم جسمنا من الميه، وهي الميه هي يعني هي اساس الحياه. فالنتيجه ان احنا جلدنا بيتعب، شعرنا بيتعب، ضوافرنا بتتكسر، ممكن بنلاقي نفسنا مخنا تعبان، بنلاقي نفسنا مضغوطين وخلقنا ضيق ومتعصبين. فكروا كده في رمضان بنبقى متعصبين ازاي، ان الناس مثلا لو الدنيا حر وعرقانه بتبقى متعصبه ازاي. فالنتيجه ان احنا بنحتاج ميه. فلو احنا بنحتاج ميه بنحتاج معاها ان احنا ندخل التواليت. لو احنا بنشرب، واحد الحاجات الاخطاء اللي بشوفها كتير قوي مع ناس في دوايري وناس تحضر معايا ورش عمل مثلا، ان انا بشوفهم مش جايبين ميه اصلا معاهم، ما بيتحركوش بازازه معاهم، وبعدين بتقعد طول اليوم مثلا لو احنا في رحله طول اليوم ما دخلتش الحمام. ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه ان الجسم عنده حاله جفاف، ده اول حاجه. تاني حاجه ان هي لما بتقول لنفسها ايه ده، ما انا لو شربت دلوقتي بتشرب وبعدين تحرم نفسها من التواليت، ما هي ممكن تبوظ المثانه. فالنتيجه ان احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نبتدي ندرب نفسنا ان احنا ندخل بشكل دوري الحمام. فممكن بقيت انا عارفه ان انا مثلا لما باجي اقضي يوم بره، او مثلا عندي ورشه عمل، بدخل التواليت قبل ما ادخل ورشه العمل، وبعدين اشرب ميه، وفي البريك ادخل التواليت من غير ما يجي لي احساس ان انا عايزه ادخل التواليت. مثلا نفس الحكايه لو انا رايحه مثلا رحله، مثلا بنوقف في ريست هاوس، ببقى واخده مثلا معايا الوايبس بتاعتي، ومثلا بدخل اتاكد ان الحمام نظيف واقف اعمل تواليت، حتى لو انا مش عايزه اعمل تواليت. ليه؟ لان انا بقيت مدركه ان احنا مش محتاجين نستنى لما نتزنق عشان ندخل الحمام، ولا محتاجين نستنى لغايه لما نعطش عشان نشرب ميه. الموضوع دوت يبان بسيط، بس تخيلوا كده كم حد فينا جسمه تعبان بسبب قله شرب الميه، وكم حد فينا ممكن يبقى متضايق قوي لو ابتدى الصمام بتاع المثانه بتاعته يبوظ ويلاقي نفسه بيعمل على روحه. فخلينا نعودها، نعملها عاده لاولادنا، نعلمها. كل ما اتعلمنا في الصغر الحاجات دي كل ما الموضوع تحول لحاجه اسهل بكتير. وعندي واحده صاحبتي اهلها عودوها على كده من وهي صغيره، ان هي تدخل الحمام في البيت قبل ما تنزل، وان هي لما تروح عند حد تدخل الحمام لما توصل، وقبل ما تنزل تدخل تاني. ليه؟ عشان يبقى جسمها متعود على طول ان هو بيفرغ الميه وفي نفس الوقت هي بتشرب ميه. فخلينا نعود نفسنا ونعود ولادنا على ان احنا لو عندنا اولاد يعني ان احنا نشرب ميه ونعمل تواليت من غير ما يجيلنا الاحساس ده بتاع ان احنا عايزين نعمل تواليت، عشان نحافظ على صحتنا. وكل فيديو احنا طيبين مع 5 لصحتك.